الكل في العالم تخلى عنا إلا المغرب. أم فلسطينية وهي تحمل ابنها تبكي وتنفجر بالبكاء بعد استلامها مساعدات إنسانية من المساعدات المغربية التي وصلت إلى قطاع غزة اليوم. أم فلسطينية تنهار وتدعي للمغرب وتشكر الملك المغربي. المساعدات المغربية أنقذت ابني من الموت جوعا. يا عظمة المغرب، يا عظمة شعبها، يا عظمة الملك المغربي. قبل الدخول في التفاصيل، تحياتي لكم أيا كان بتتفرج عليا من أي مكان في العالم، خاصة المملكة المغربية أعظم بلاد العالم، وكذلك الشعب الفلسطيني الحبيب الصبور الأبي الذي لا يخضع تماما تماما تماما. يا سادة، انزل حالا، اعمل لايك لهذا الفيديو، اشترك في القناة، فعل الجرس أرجوك ليصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. في مشهد أكثر من رائع، أم فلسطينية بكت اليوم بعد وصول مساعدات مغربية لقطاع غزة، ودعت للمملكة المغربية وشكرت الملك المغربي، وأكدت بأن ابنها تم إنقاذه من الموت جوعا بعد استلامها مساعدات من المساعدات المغربية التي وصلت إلى غزة اليوم. الله أكبر. المغرب فخر العرب، شاء من شاء وأبى من أبى. ومن ينسى موقف المغرب وموقف الملك المغربي والدعم والمساعدة مع الشعب السوري حتى تم تحرير أرض سوريا الحبيبة. ومن ينسى الموقف البطولي للجالية المغربية في هولندا ضد الصهاينة الإسرائيليين. ومن ينسى المواقف العظيمة للشعب المغربي دائما مع إخواته في البلدان العربية الأخرى. ولذلك ما المغرب والمغاربة يعني الشهامة، يعني الرجولة، يعني النخوة، يعني المواقف البطولية.